يلا روحوا المنتزه. هنا رفض، قال لهم لا انا مش عايز اروح مكان فيه كاميرات، عايز اروح اي مكان بس ما يكونش فيه كاميرات. ايه رايكم نتقابل في الحته كذا، والحته ديت هتبقى براحتكم مفيش اي مشكله، والحته دي كانت شقته. قال لهم تعالوا روحوا الشقه وتقعدوا براحتكم. هنا طبعا البنت برضو كانت ذكيه شويه، ولا صرخت ولا صوتت ولا قالت اي حاجه. قالت له طيب بس مش النهارده عشان خاطر ايه احنا عندنا دروس والكلام ده وكده. قال لها طيب خلاص ماشي. اتصل بيه بعديها انتوا فين؟ قال لها انا، قالت له انا عند السنتر وكده مجلنا. قال لها لا العربيه عطلانه، انا مستني عربيه اوبر هتيجي تاخدنا ونروحوا بيها. وفي الوقت ده كانوا محددين ان هم خلاص هيمسكوه، وبالفعل بس البنت في الوقت ده قالت له ان اخو صاحبتها جاي معانا. طب ما لا اخو صاحبتك ايه ومش عارف ايه، طب هو عنده قد ايه؟ قالت له في 6 ابتدائي زينا بس هو في مدرسه لغات. ولكن هنا طبعا بدأ يتلجلج، قال لا 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 ما تجيبوش